السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده وصفة الكبار والصغيرين بيموتوا فيها، المكرونة بالبشاميل. هتشرفك في اي عزومة هتعمليها. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة على طريقة امهاتنا ربنا يبارك باعمارهم، بدون تعقيد. وهنعمل لها وش متحمر بدون اضافة اي جبن، بمكونات بسيطة كلها موجودة في البيت. بس اتمنى لو اول مره تشوفيني ان انت تشتركي معايا بالقناه وتفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والشير. يلا نبدا بسم الله. هنبدا بتعصيج اللحمه. طاسه سخنه على النار، ضفت ليها شويه زيت، وبعدين عندي بصله متقطعه قطع صغيره، وهحطها تتشوح تشويحه بسيطه. انا مش عايزه عندي البصله تاخد اي لون، مجرد بس تشويحه بسيطه، وبعد كده هضيف عليها اللحمه المفرومه. هضيف اللحمة المفرومة وأقلب البصل مع اللحمة كويس قوي لحد لما يبتدي لونها كله يتغير وتاخد كلها لون واحد. اللحمة المفرومة لما باجي أعصجها مش بضيف لها أي مية، هقلبها كويس وبعدين أبتدي أضيف التوابل بتاعتها. التوابل: نص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة من الكمون، ومكعب واحد من المرق. أقلب كله كويس مع بعض لحد لما تتشرب السوائل بتاعتها كلها. خلاص كده اللحمة المفرومة جهزت معايا. ابتدي اسلق المكرونة. حل على النار وتكون المية فيها بتغلي، وهضيف عليها نص معلقة كبيرة من الملح. المكرونة مش بضيف لها زيت، ملح بس. وبعد كده هضيف كمية المكرونة اللي عندي وهقلبها كل دقيقتين أو 3. هتاخد معاكي من 8 ل 10 دقايق، مش أكتر من كده. على ما المكرونة تتسلق أكون حضرت البشاميل. هجيب عندي حلة وهضيف فيها 3 معالق كبار من الزبدة، وعليهم 3 معالق كبار من الزيت. بالنسبة هنا لكمية البشاميل، أنا هنا هعمل كيس ونص من المكرونة، يعني حوالي 600 جرام من المكرونة. هحتاج عليهم 6 معالق من الدقيق، وقصادهم 6 معالق من المادة الدهنية. أنا هنا عندي ضفت زبدة وزيت. هستنى لما يسخنوا كويس معايا على النار، وبعدين هضيف عندي الدقيق. نص كيلو المكرونة أو 400 جرام من المكرونة بتاخد 4 معالق، دول عندي 600 جرام، فعشان كده حطيت 6 معالق. بصي، أول ما حطيت الدقيق ومجرد ما شوحته على طول على النار فكك معايا على طول وما مسكش ببعضه ولا تكتل، علشان المادة الدهنية الكمية بتاعتها مظبوطة وكويسة. هقلبها حلو على النار ويبقى أملس وناعم معاكي كده، ما يبقاش فيه أي تكتلات. وهديله بس تشويحة بسيطة لحد لما أشم كده ريحة الدقيق. كمية اللبن بتبقى ضعف كمية المكرونة. أنا هنا مستخدمة 600 جرام من المكرونة، هستخدم حوالي كيلو وربع من اللبن. وأنا هنا بستخدم اللبن البلدي، بيفرق جدا يا جماعة عن اللبن المعلب، طعمه بيبقى تحفة في البشاميل. هبتدي أنزل باللبن، اللبن عندي دافي، هنزل باللبن بالتدريج. إيد بنزل بيها باللبن، والإيد التانية بفكك بالمضرب على طول علشان مخليش الدقيق يتقل معايا. هقلب كويس قوي وافككها كويس قوي لحد ما يبقاش فيه اي تكتلات عندي خالص. وبعدين هبتدي اضيف عندي مكعب من المرق ونص معلقة من الفلفل الاسود. واخر حاجة، وده المكون اللي بيفرق قوي وبينقل طعم البشاميل في حتة تانية، وهي القشطة البلدي. ده عندي الوش بتاع اللبن، القشطة انا مجمعاها وبضيفها على البشاميل اللي بتديله طعم في منتهى الجمال، بتفرق في الطعم جدا. وعلى فكرة برضو ده بيبقى سر من اسرار الوش المتحمر الجميل من غير اضافة اي جبن. مش هنحط بقى ولا جبنة كريمي ولا موتزاريلا ولا اي حاجة، مجرد بس البشاميل متضاف عليه القشطة. وهقولك هتضيفي عليه ايه كمان. هقلب كويس قوي لحد لما القشطه تدوب خالص مع البشاميل، وهوريكي القوام بتاعها دلوقتي عامل ازاي. بصي ما شاء الله القوام مظبوط، الكريمي المظبوط، لا تقيل ولا خفيف. هو ده القوام اللي انا عايزاكي توصلي له. مجرد ما تظهر عندك البابلز دي او الفقاعات دي، خلاص كده انتي البشاميل عندك جهز. هشيل البشاميل عندي من على النار، وقسمت عندي كميه المكرونه لنصين، وهبتدي اضيف على كل واحد فيهم كمية كويسة من البشاميل. انا عايزة المكرونة تتشرب كلها من البشاميل المعمول. وهجهز الكميتين عندي. ملحوظة مهمة عايزاكي تاخدي بالك منها، لما تيجي تبتدي ترصي صينية البشاميل بتاعتك يفضل تكون المكونات كلها دافية. ما تكونيش سلقة المكرونة من بدري وتيجي تستخدميها تلاقيها لازقة في بعض. لا، المكونات لما بتبقى دافية بتبقى جميلة كلها وبتدي طعم حلو قوي لصينية المكرونة البشاميل، وبتبقى جوسي وجميلة.
هحضر عندي الصينية. أول حاجة ضفت عندي كمية من البشاميل، وبعدين هحط المقدار الأول من المكرونة اللي أنا ضفت عليه البشاميل، أرصها حلو قوي وأسويها كلها مع بعض، وبعدين هبتدي أضيف عليها كمية اللحمة المفرومة. ولو اتبقت عندك لحمة مفرومة ممكن تضيفيها عندك في الفريزر وتستخدميها في أي وصفة تانية. خلاص كده ضفت عندي كمية اللحمة وهفردها برضو كويس، وبعدين أرجع أضيف عندي بقية كمية المكرونة المضاف عليها البشاميل، وأظبط بقى الشكل ما يبقاش فيه عندي أي فراغات. أسويها كويس كلها كده مع بعض، وأكون طبعا مجهزة الفرن عندي يكون سخن. وهنا دي آخر حاجة هضيفها عندي على الوش عشان يطلع معايا الوش المتحمر الجميل. هضيف عندي بيضتين واحط عليهم شويه من الفلفل الاسود وهضربهم كويس قوي مع بعض، وبعدين هضيفهم عندي على كميه البشاميل الباقيه، وهضرب كويس قوي لحد لما البيض يختفي تماما. عايزاه يمتزج كويس قوي مع البشاميل. انا عندي البشاميل مضاف ليه القشطه، وكمان البيض هيطلع معاكي احلى وش، مش هتحتاجي تضيفي اي جبن ولا اي حاجه. بصي ما شاء الله القوام عامل ازاي، كريمي وجميل. هضيفه وهظبط بقى الشكل، ما خليش عندي اي حاجه من المكرونه باينه، اغطيها كلها بالبشاميل، واظبط الصينيه بتاعتي ويبقى شكلها كويس. ولو الحواف عندك جه عليها اي بشاميل بمسحها علشان ما تتحرقش معايا. الفرن عندي هيكون سخن، هتتحط في الرف الاسفل لمده 25 دقيقه لحد لما الاطراف بتاعتها تبتدي تتحمر وتستوي معاكي كويس، وبعدين بطلعها على الشوايه واحمر الوش. ما شاء الله شكلها تحفة، الوش متحمر وجميل. بصي الطبقات بتاعة المكرونة واللحمة المفرومة والبشاميل تحفة بجد، بألف هنا وشفا. طريقتها سهلة وبسيطة وما خدتش مننا وقت خالص. شكلها تحفة وراقي وهتشرفك في أي عزومة هتعمليها. بصي ما شاء الله الوش متحمر وجميل ازاي. دلوقتي بقى لو انتي بتحبي تاكليها تبقى جوسي والبشاميل يبقى طعمه ظاهر فيها ويبقى دايب وجميل، تاكليها وهي سخنة. بس القطعة مش هتطلع معاكي القطعة كاملة على بعضها، هتتقطع منك، وده علشان البشاميل بيكون لسه سخن ودايب. لو انتي بقى حابة تطلعي القطعة بقطعتها تستني لما تبرد بس شوية وتقطعيها. تحفة. بصي القطعة طالعة مظبوطة، الوش متحمر، شكلها جميل قوي. لو عندك عزومة وبتحبي تقدمي في الطبق القطعة مظبوطة وشكلها جميل، هتستني بس عليها لما تبرد شوية وتقطعيها وتقدميها زي ما انتي شايفة. الوش متحمر وجميل، مضفناش اي جبن، مجرد بس البيض والقشطة خلت الوش متحمر على طريقة امهاتنا، ربنا يبارك في اعمارهم يا رب. اتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وان شاء الله هستنى تعليقاتكم لما تجربوها. وما تنسوش تشتركوا معايا على قناة أكلات شهية ولذيذة علشان تشوفوا كل الوصفات الجديدة اللي بتنزل. شكرا ليكم.